نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا ان اليوتيوب من غير واسطه، لان انا اكتر واحد في مصر عانى من الواسطه في الوسط الفني، وعشان كده قررت اعمل القناه الفنيه دي عشان خاطر اي مسلسل او اي فيلم يتعمل وما يعجبنيش اقطعه. يلا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه وفعل الجرس واعرفك بنفسي. انا اسمي محمد عصمت، بكالوريوس اعلام، خريج جميع ورش التمثيل وورش الاخراج وورش السيناريو، وبفضل الله طالع منهم من الاوائل والمميزين، بس من المغضوب عليهم. بس انا قررت ان اعمل القناه ديت عشان اتكلم معاكم فيها على كل الفشل اللي بيحصل في الوسط الفني. يقول لك الوسط الفني ما فيهوش واسطه، قول لامك ولدتك على البسطه. احنا بنعاني من الواسطه بشكل مرعب، وانا هبدا ان شاء الله احلل لكم المسلسلات من وجهه نظري الاخراجيه والتمثيليه وفي السيناريو. يعني في مسلسلات هتبقى كتابيا مكتوبه حلوه قوي بس المخرج موقعها، والعكس مسلسلات معموله كلها بالواسطه كوسه. وفي مسلسلات هو نفس الكرو بتاع السنه اللي فاتت جايبينه هو بنفس المخرج والمصور والممثل وكله، بس بغير الاسامي وعاملين حاجات تانية. فانا قاعد لهم خلاص. انا قررت ان انا كده كده ما بشتغلش، برغم ان انا السنه دي اشتغلت في مسلسلين بس ادوار بسيطه كده، اشتغلت الصدفه وحق عرف. بس زي ما قلت لكم انا مغضوب عليهم. هو يجيب لك اللي هو يجيبك يقول لك ايه، اعمل المشهد ده او المشهدين دول. ليه يا عم؟ مشهد ايه ومشهدين ايه؟ ايه يا عم الحاج؟ امال فين النهاري والليلي والداخلي والخارجي والسفر والترنجات البيت وهدوم البيت وهدوم الخروج والعربيات؟ ايه هو ده ممنوع؟ حرام علينا احنا يعني، واحنا من الاوائل ومن المميزين، بس احنا ايه، ما عندناش واسطه. فانا ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هشتغل معاكم كده ايه، حاجه نبدا ندردش مع بعض على المسلسل الفلاني الحلو. يعني مبدئيا كده مداح خلاص مسخ. يعني انا بقالي 4 سنين بتفرج على حماده هلال وهو عمال يقول مدد مدد مدد، مسخ قوي بجد. خلاص انا استفزيت منه. يعني انا قلبت النهارده على الحلقه، ما قلت خلاص بقى كفايه بقى، مش كل يوم نفس الكلمتين. فدي حاجه هنبدا نتكلم فيها، ومسلسل نتفرج عليه ونتكلم عليه. يعني مثلا قبل كده كان في مسلسل حاله خاصه، مصر ولا بتقول مسلسل حلو قوي، برغم ان بالنسبه لي كان مسلسل وحش قوي. ولو انا كنت فاضي والله العظيم كنت عملت لكم فيديو، بس انا ما كنتش فاضي اكلمكم في نواحي بتاعه حاله خاصه، ان فعلا الموضوع موضوع معمول سيء قوي. لكن خلاص انا فضيت لكم، وان شاء الله هنتلاقينا هنتكلم على كل المسلسلات حتى اللي انا اشتغلت فيها، وهي فيها حاجه غلطه هتكلم فيها. يعني صدفه النهارده انا شفت ممثل جديد عامل دور عامل وحش قوي كتمثيل، اللي هو مراته اكتشفت ان هو مش حابب يبص من ورا الشيش على الحريم، فقالت له انت طالع انا سايبها وامال. الدور ده معمول وحش قوي. يعني ده المخرج كان بيخلص او هو جايب واسطه حلوه، فبيقول له يلا يا معلم اعمل المشهد ده، وبعد ما خلص قال له سلمني على الاستاذ فلان اللي جايبك. فانا قاعد لكم، قولوا بس يا رب ونبدا مع بعضنا كده ان شاء الله، والقناه دي تبقى بتاعتكم، بحيث ان لو حد شاف حاجه او عارف حاجه او شاف مسلسل مضايقه ولا حاجه يكتب لي في الكومنتات ونطلع نقطعه ونشوفه نقطعه. خلاص يا رجاله، اشتركوا بقى في القناه، وده اول فيديو طويل ليا. فعلوا الجرس وتابعوني واتفرجوا على اللي جاي. السلام عليكم.